سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس يا شاطرات. جبت لكم اليوم وصفه روعه، مسكوتشو في مول الفواره بصح بلمسه وبنه مغايره تماما. درناها بنكهه وعطر الموز المنعش. شوفوا هذيك الخفه والهشاشه، شوفوا لي هذيك الهشاشه ركزوا عليها، مسقيه بلا ما تسقيها كما راكي تشوفي قدامك. وزدنا كملنا البنة بهذيك الطلية الصفراء السحرية اللي تذوب في الفم مع فيرميسيال الشوكولا. هذه كيكة هموية واقتصادية توجد له. شوفي الخفة. إذا راكي حابة تعرفي المقادير والطريقة ما عليك غير تبعي الفيديو حتى للآخر. يلا نبداو بسم الله. في ريسيبيو نحطو 5 حبات بيض. انا الفواره اللي استعملتها كان قطر تاعها 22 سنتيم وارتفاعها 7 سنتيم. ضفنا له ذره ملح. الذره ملح دائما نقولوا عليها ضروريه. نضيفوا له 150 غرام سكر عادي اللي هو كاس، تعمري كاس ومن بعد تنزعي منه 2 ملاعق كبار، يجيك سوا 150 غرام سكر عادي. طبعا نطلعوا الكل مع بعض حتى وين يمتزج الخليط يولي لنا رغوي. اذا حبيتي تعرفي المقادير وكل مول تاعك شحال يناسبه من المقادير، ما عليك ما تحطوا لي في التعليقات ونديروا لها الفيديو خاص ان شاء الله. نخلطوا حتى يولينا بهذا القوام، ثم نضيفوا له 2 ملاعق كبار ذوق الموز. حاولي انك تلاقي اروم تاع الموز يكون الذوق تاعو يعني نوعيه مليحه، يكون الذوق تاعو باين نوعيه مليحه باش تخرج لك الفواره تاعك شابه المسكوتشو يخرج لك مليح. نوصلوا الخلط طبعا حتى يولي لنا الخليط رغوي يعني شكل الثلج. ثم نضيفوا له 100 مليلتر زيت واللي هو نصف كاس زيت يخرج لنا سوا 100 مليلتر. نضيفوه مع الخلط. طبعا ما نحبسوش الخلطه تاعنا، نبقاو نواصلوا بالمضرب الكهربائي باش تجينا الكيكه خفيفه. ثم نضيفوا نصف كاس حليب 100 مليلتر. نفس الشيء، الزيت والحليب دائما يكونوا نفس المقدار. ضروري انك ما توقفيش الخلط كي تكون تضيفي في المقادير، توقفيه فقط كي تروحي تضيفي الفرينه. نواصلوا الخلط حتى وين يمتزج لنا الخليط كامل. نضيفوا كأس وربع فرينه 150 غرام، دائما مغربله الفرينه تاعنا. ونضيفوا 15 غرام خميره الحلوى اللي هي كيس ونصف. نضيفوها دائما الخميره مع الفرينه ونخلطوا بالبتر. نواصلوا الخلط بالمضرب الكهربائي تاعنا. هذه الوصفه ما تحتاج انك تفصل البيض على الصفار، ما تحتاج انك لازم نطلعي من الفوق وتحت. هذه كي تفصلي البياض والصفار عن بعض. هنايا خلطي قسمه تلم الفرينه مع الخليط ويمتزجوا مع بعض. تتوقفي. وطبعا نسيت ما قلت لكمش لازم ان الفرن يكون مسخن مسبقا. ديريه يسخن، ديريه الشعلي وخليه على 180 درجه وخليه وانتي راكي تخدمي في الكيك تاعك. نمزجوا، نحاولوا نخلطوا بلا سباتيل هكا مليح باش ما تبقاولناش كاش كرات تاع فرينه ولا تاع خميره. ضروري انه الكل يكون متناسق مع بعض. ثم نديروه في مول. انا قلت لكم المول تاعي كان الارتفاع تاعو 7 سنتيم وقطره 22 سنتيم، يتحق بالمقادير اللي درتها لك. واذا حبيتوا انتم تعرفوا على حساب المول تاعكم خلوا لي في التعليقات وانا ندير لكم فيديو سبيسيال على 180 درجه مده 35 او 40 دقيقه. نتحصلوا على هذه النتيجه. ما تفتحيش الفور تاعك كامل في الفتره اللي يكون يطيب فيها، نخلوه مده 20 دقيقه او 15 دقيقه باش نقلبوه باش ننزعوه من المول. بعد ما قعدت 15 دقيقه جيت ننزعه من المول، تنحى بكل سهوله. اذا كنتي مستعجله وحابه تنحيه ليه
حطيه في مول، ثم فرغي في داك المول اللي تحطي فيه الفواره تاعك ماء ساخن، يعني تحطيه في مول فيه ماء ساخن مده 5 دقائق ومن بعد نزعيه. من الأحسن خليه في المول مدة 15 دقيقة ومن بعد نزعيه ثاني تنزع لك مليح، تحصلوا على هذه النتيجة اللي راكي تشوفي فيها. أنا تقدري تقدميها بديك الطريقة أيضا تكون شابة وشهية، لكن حبيت نديرها ونحطها بصوص السكر، طلية صفراء بنكهة الموز. أيضا حطيت كمية من سكر الناعم وضفت له الحليب، قليل فقط من الحليب، ونواصلوا الخلط، نضيفوا الحليب خطرة، نضيفوا الحليب خطرة، نضيفوا السكر الناعم حتى نوصلوا للقوام اللي رانا راغبين فيه. هنا انت حرة الكمية اللي تعمليها، وانت حرة ايضا في النوع تاعو. كاين اللي تخليه تحبوا سائل، كاين اللي تحبوا ثقيل. انا كما انا نحبيته ثقيل ونمشيه وحدي. كاين اللي تحبوا سائل وتخليه هو يمشي وحده، انا ما نحبوش يهبط على الصحن، احسن تخليه شويه ناشف وتمشيه وحدك احسن. بعد ما نحصلوا على القوام اللي نحوسوا عليه نضيفوا له 2 ملاعق عطر الموز. قلنا دائما حاولي تخيري عطر الموز يكون بذوق شباب، يعني فواح هكا، الريحه تفوح كي تشمي تسيبي الريحه تاع الموز، هذاك نوعيه مليحه يعطينا لون اصفر. اذا جاك سائل بزاف ضيفي له السكر. قلت لك هنا تجي تحكمي في النوعيه تاع الصوص هذه، اما سائله او ناشفه شويه. بعد ما نحصلوا على القوام اللي نحوسوا عليه نديروها في كوش بدون قمع ونزينوا بها المسكوتشو تاعنا. نزينوا المسكوتشو تاعنا بالطليه السحريه، لانها تخرج لك طريه وما تخافيش منها تيبسلك، الحليب ما يبسلكش الطليه. هنايا انتيا حره في التزيين، كاين اللي تفضل دير معجون بنوة كوكو، معجون بالمكسرات، كاين اللي تخليها هكاك، انت حره هنا في التزيين تاعها. لكن صدقيني بهذه الطريقه راح تزيد لك بنه على بنه اللي تحب الموز. وممكن اذا ما كنتيش تحبي بنه الموز تحبي بنه الفراوله، تقدري ديري ذوق الفراوله. للنهايه هذه تبقى كامل اذواق. واذا حبيتوا تعرفوا كل وحده المولة تاعها شحال تناسبوا مقادير، حطوا لي في التعليقات وراح نعطيكم الطريقه الصحيحه اللي توزنوا بها مقاديركم مع المول المناسب له ان شاء الله يا ربي. هذه هي وصفتنا اليوم، مسكوتشو كلاسيكي بنكهة الموز، خفيف ريشة ومثالي لقهوة العشية. إذا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بجاه، واشتركوا في القناة تاعي باش تشجعوني. تهلاو في رواحكم وتتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.